على النبي يا جماعة نكسب معاكم صلاة النبي. أهلا بيكم معايا في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى. ليلة دخلتي طلع عند جوزي حاجة. لا هو طلع ما عندوش حاجة، ما عندوش حاجة خالص. أهم حاجة عند الراجل ليلة الدخلة مش موجودة عند جوزي. تخيلوا. تعالوا نسمع القصة ونشوف الحكاية ايه. سعاد النهاردة بتقول لنا ان هي اتخطبت، ولما اتخطبت زيها زي اي بنت كانت بتتمنى ان خطيبها يدلعها، يهننها، يجيب لها هدية وي وي وي، لكن مفيش. بتقول من اول يوم جم يتقدمولي وانا استغربت جوزي ده. يعني ايه؟ يعني من اول يوم اهله جايين يتفقوا، انا ما كنتش اعرفه بس وافقت عشان ولاد ناس، وكمان هو مؤدب ومحترم جدا جدا. لكن اللي استغربته ان هما بيقولوا مثلا الجواز بعد شهر، هو قال لا الجواز بعد 3 شهور. اول مرة في حياتي اشوف راجل بيقول اخروا جوازي. فاستغربت وقلت ايه ده، هو يمكن غصبينه عليا ولا ايه؟ لكن لقيت ابوه وامه واهله حددوا فعلا الجواز بعد شهرين. خلاص خلصت الحكاية. طبعا كنت بروح جامعتي وكنت بحاول ان انا اذاكر وده وده، لكن كنت محتاجة اني احس ان واحدة مخطوبة، لكن هو ما كانش فيه ابدا. كنت بشوف زميلاتي خطيبهم وحبايبهم كانوا بيتصلوا بيهم، يعني واحدة بتحب واحد على طول اتصال شغال شغال شغال، واحدة مخطوبة برضو على طول شغال، وكمان خطيب أختي على طول بيتصل. إلا ده لا في موسم بيجيلي ولا في مناسبة بيجيلي ولا بيتصل بيا ولا بيكلمني ولا أي حاجة، ولو اتصل بيا أنا اللي بجر منه الكلام. جريت على أمي قلت لها بصي أنا مش مرتاحة للجوازة دي، ده بارد جدا، ده ما بيتكلمش، ده ما بيقوليش حتى كلمة حلوة. أمي طلعت فيا وقالت لي جرى إيه يا بت؟ هو في احلى من الراجل العاقل المتزن؟ يعني تخديب بتاع بنات بيتكلم ولولولولولو ما بيفصلش، ولما تتجوزي تلاقيه عامل علاقة مع ترتانة وعلانة وهنا وهنا وهنا، وترجعي لنا تاني واحنا لسه مجوزينك من كتر الغيرة والنسوان اللي هيعرفها واللي مش هيعرفها. كبري دماغك، جوزك محترم، مش عايز يعمل حاجة في الحرام، عايز لما يتجوز وتفرجي عليه بقى هيبقى 24 حصان مش هتقدري. صدقت أمي وقلت لها خلاص، يمكن هو فعلا محترم وهو فعلا متدين ومحترم. وجات ليلة الدخلة، وفعلا ياه على دي ليلة الدخلة، ياه قولوا من هنا للسنة الجاية. عملنا الفرح والهيصة وزي أي عروسة عايزة اتنطط وارقص واشد صحابي واشد عريسي، لكن عريسي كان مستكين مؤدب قاعد رزين ولا بيقوم، واصحابه يشدوا فيه كان هزتين وجر ونرقص مفيش خالص مفيش. سكت وقلت برضو ده ملتزم ومتدين، بس انا والنبي ما سكت، بهدلت الدنيا رقص وتنطيط وعملت العمايل لحد ما جت اللحظة اللي رحنا فيها الشقة. ودخلنا فعلا شقتنا وامي حطت الاكل والليله تمام التمام، ودخلت لبست الهدوم اللي متعلقه على الشماعه وانتوا فاهمين بقى، واستنى اللي يجي ما يجيش، استنى اللي يقول لي كلمه ما يقوليش. 3 شهور يا ساده، 3 شهور احايل فيه واعمل مفيش. حتى لما كان يدخل الحمام اعرف ان كانت امي بتجيب لابويا الغيار ولا تديهوله، ما كانش بيعمل كده، كان بيتكسف. لحد ما حصلت كارثة كبيرة جدا، قلت ما بدهاش بقى، شيلي يا بت برقع الحياة وخليكي انت الراجل وهو الست. خليته في الحمام ومش قافل لانه متأكد ان انا مش هفتح الباب، وبفتح باب الحمام كده ودخلت واتصدمت. اتصدمت اتصدمت من اللي شفته. جوزي ما عندوش عضو ذكري، حاجة كده، مفيش. يعني كأنه طفل لسه مولود، يعني كأنه طفل لسه مولود، مفيش. هو طبعا صرخ ولم الدور أنا، لكن أنا واثقة إن أنا شفت صح. ما عندوش، ما عندوش خالص، طفل لسه مولود. أنا اتصدمت
وقفلت الباب وجريت، وهو قعد يزعق ويشتم. معرفش، انا اتصدمت. طب اعمل ايه؟ طب اسوي ايه؟ طب انا لما طلع من الحمام قلت له ايه ده؟ انت ازاي مش زي الرجاله يعني ازاي؟ قال لي واعترف لي بكل صراحه، وقال لي انه هو عنده عيب خلقي، ان العضو بتاعه صغير جدا، وانه ما ينفعش يتجوز لانه راح لكام دكتور ووالده اخده لكام دكتور، وانه ما ينفعش يتجوز. طب ليه ما صرحتنيش؟ طب ليه ما قلتليش؟ قال لي ما كانش ينفع انها تتقال، وابويا كان عايز يجوزني لان كانت طلعت اشاعات عليا ان انا بنت، فكان ابويا عايز يثبت الرجولة وعايز وعايز وعايز. لكن في الحقيقة انا اكيد ظلمتك، بس انا ما خليتكيش عايزة حاجة. هو فعلا طول ال3 شهور دول اكل شرب، ده كل حاجة معمولالي، وكل حاجة في البيت تحت رجلي ولا اشاور عليه يجيلي، وفلوس مالية الدولاب. بص، خير ربنا في البيت. بس انا ست وعايزة حقي كست، عايزة ابقى ام، عايزة أعيش زي أي ست حياة طبيعية، معايا زوج أحضنه أبوسه ينام جنبي، أعيش حياة طبيعية، عايزة أعيش حياة طبيعية. هما خدعوني وغشوني. طب أعمل إيه دلوقتي؟ أنا لسه بنت بنوت، وزي ما قلت لكم هو صارحني، وأنا قلت لكم في إيه الحالة بالظبط. فأنا مش عارفة أعمل إيه وأتصرف إزاي. هو طيب وحنين وغلبان وعايشة عيشة أنا ما عشتهاش في بيت أبويا فعلا، من فلوس، من أكل شرب، لبيت فخم جدا، كل حاجة كل حاجة. طب يا ترى أرضى بالأمر ده وأفضل كده معاه، ومش مهم اي حاجة او اي حياة زوجية عشان خاطر هو طيب وابن حلال؟ ولا يا ترى اطلب الطلاق عشان حقوقي؟ ولا انا مش عارفة اعمل ايه. افيدوني اعمل ايه؟ انا تعبت، ولحد دلوقتي محدش عارف ان انا بنت بنوت، واي حاجة من الحاجات دي محدش عارفها غير طبعا اهله اللي عارفين حالته، ومتوقعين ان هو هيحصل فيه اثارة وهيبقى يعني هيتعدل، لان مفروض. بس هو مش عايز يقرب لي، ويمكن دي نقطة مخوفاه ان انا اعرف الحقيقة. لكن انا خلاص عرفت الحقيقة وما اعرفش اعمل ايه واتصرف ازاي. افيدوني. طبعا هو الموضوع صعب على اي ست تستحمله. اولا هو ابتدى من الاول كذبة، هم غلطانين، لكن انا عندي حلين. الحل الاولاني ان انتي تكملي معاه ويروح لدكتور، وفي دلوقتي وسائل بديلة او حاجات بتخلي مثلا حاجة زي كده تبقى يعني معقولة. ولو انتي برضو بتقولي انك عايزة تبقي في حاجة حقن مجهري، بيروح برضو للدكتور يشوفوا حيوانات والمنوية ايه وياخدوها ويعملوا حقن مجهري، بما انهم مبسوطين، وكده تبقي برضو وهو يمكن برضو يعني مستحي يقرب منك عشان ما تعرفيش الكارثة الكبيرة دي. لكن بما انك عرفتيها، اديله الامان وقوليله ان انا يعني راضية ومقتنعة، وتعالى نحاول، يمكن يعني كده. جربي وشوفي الأول قبل ما تاخدي خطوة، وقبل ما تقولي لأهلك الحقيقة بتاعتك. أنا ده رأيي في الحل الأولاني. الحل التاني، لو طلع ما عندوش طبعا حيوانات منوية، وطلع ما حاولش انه يتعالج ويبقى معاكي وياخد الحاجات اللي بتعالج الحاجات دي، ورفض اي حاجه من الحاجات دي، ورفض ان بعد ما تقولوا له انا مقتنعه وان انا عايزه ونحاول وكده، رفض ولازال مستحي، يبقى تتطلقي. بس تتطلقي بدون جرح مشاعر. بس شوفي الحلين معاكي، ومعانا ناس محترمة جدا يفيدونا ويقولوا لنا نعمل ايه ونتصرف ازاي. الحل معاكو، وقولوا لها تتصرف ازاي وتعمل ايه. لو عندكوا ليها حل بالله عليكوا افيدوها وانصحوها. هي صاحبة المشكلة بتتألم وبتتعذب زيها زي اي حد، اي ست كده. العز والفلوس ما بيبنوش بيت، ماشي؟ فشوفي واختاري، معاكي ده ومعاكي ده. الحلول كلها في ايديكي. بعتذر عن دي يا جماعة، معلش. الحلول كلها في ايديكي. شوفي انت عايزة ايه
وانا من رأيي انك تحاولي في المحاولة الاولانية ان انتي تعالجيه وتشوفي الدكتور هيقول ايه، وتشوفي هو معاكي هيبقى ازاي بعد ما عرفتي، ويمكن يتغير ويمكن الدنيا تتظبط شوية. في ناس كتير عايشة مع أسودها، بس الحياة مش جنس بس، في حاجات تانية كتير قوي. فشوفي واسألي وجربي واكشفي، وبعد كده ان شاء الله ربنا هيجيب الخير. شكرا ليكم وشكرا لحبايبي متابعين قصص وحكايات هدى، وانتظروني في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى.